حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهاردة عقلي مني طار، والله العظيم عقلي مني طار. يعني إيه يوم ما تفكري تعملي أكلة سخنة لولادك في الجو البرد اللي إحنا فيه ده مع شوية رز تلاقي نفسك عديتي ال 500 600 جنيه. والله العظيم عديتوا ال 500 600 جنيه، وكل اللي أنا فكرت أعمله شوية كوسة بالحمص مع شوية رز. يعني ما فكرتش أعمل قلقاس أبو 25 جنيه، ده شوية كوسة. ومش عايزة أقول لكم كمان، ده أنا قلبت السوق عبال ما عرفت أجيبها بالسعر اللي أنا جبتها بيه ده، وعملتها مع حتة لحمة وشوية رز. جيت أحسب التكلفة لقيت نفسي معدية ال 500 جنيه، ده من غير فاكهة ومن غير حاجة حلوة. ليه جرى إيه؟ يعني الواحد عقله هيطير منه. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف عملنا الأكلة دي إزاي وكلفتنا كده ليه بسرعة على طول. واتشمللت كده على طول ودخلت على المطبخ، واول حاجه عملتها غسلت بوتاجازي وغسلت حلتي ولمعتها وحطيت فيها الميه للشوربه على النار، وقلت قبل ما الميه تغلي احضر الخضار اللي انا هظبط بيه الشوربه. جبت جزرتين على كام بصلايه من البلي الصغير اللي قدامكم ده، ما خلاص ما هي ايام العز ولت، بقينا نلعب في البصل البلي الصغير ده اللي انا كنت جايباه ب 25 جنيه. قعدت اقشر لي كده بصلتين 3 صغيرين لازم اظبط بيهم الشوربه، ولاجل البخت كمان لقيت ان الفلفل الاسود ما عنديش، وكنت جايبه تمن الفلفل الاسود ده معدي ال 35 جنيه. على نار هاديه كده وقفت احمصهم. يعني ايه البهارات دي بتتصدمي لما تلاقيها خلصت من عندك. وقلت على ما الشوربه تغلي انا هعمل شويه كوسه بالحمص. رحت للعطار جبت ب5 جنيه شويه الحمص اللي هو حمص الطبيخ ده، حطيتهم كده في طبق وقلت هغسلهم وانقعهم قبل ما اللحمه تستوي، يكون الحمص ده اتنقع شويه. غسلته وقلت انقعه شويه وهركنه على جنب عبال ما اكمل بقيه الاكله. وكانت الميه غليت، رحت نازله بالخضار اللي عندي، حته طماطم على جزرتين على شويه البصل، وعندي بقى كام فص لورا، كام فص حبهان وورقه لورا وفص توم. حطي مع شوربه اللحمه بالذات فص توم بيدي للشوربه طعم حلو قوي. ورحت خدت حبيتين 3 من الفلفل اللي بحمصه كمان وقلت احطهم للشوربه، وسبتها كده تاخد غلوه مع الخضار. وقعدت اقلب بقى في شويه الفلفل، ما هو دول بقوا كنز، دول ب 35 جنيه. وقلت على ما الخضار كده ياخد غلوة مع الشوربة، بعيد عنكم اتصيت في عقلي ورحت جبت كيلو لحمة ملبسة، يعني شايفينها كلها دهنة اهي. بكام اللحمة دي يا عم؟ ب 340 جنيه. طب انا العيلة يعني هناكل ايه في يومين؟ نص كيلو ما يكفيناش. اتصيت في عقلي وقلت اجيب كيلو، لقيت الراجل بيقول لي ب 340 جنيه، فاتكسفت فقلت اجيب كيلو اهو يكفيني يومين. ادي 340 جنيه بس لحمة. كانت الشوربه غلت، رحت نازله قلت يا بت عشان ربنا يطرح فيهم البركه اقري يا اختي عديه ياسين عليهم، واقري سوره الفلق وسوره الضحى. قال ايه؟ عشان يبقى الكيلو ده يبقى 2 جنيه، ربنا يحل البركه ويبقوا ب 2 كيلو. في نفس الوقت ايدي طبعا مع الفلفل، ما انا خايفاه يتحرق، ما كل حاجه دلوقتي بقت بفلوس. اول ما لقيت كده اللحمه غلت مع الشوربه وطيت النار، ما هو كمان مش ناقصه كمان غاز. لما توطي النار بعد الحاجه ما تغلي مش هتستهلك منك غاز كتير. وبما اني بطحن فلفل اسود قلت يا بنتي شويه كمون كمان عشان الواحد ما يتصدمش ويلاقي كده الدنيا فاضيه. طحنتهم، وبيني وبينكم ريحه المطبخ بقت زي العسل من ريحه الكمون والفلفل. وادي يا اختي الكوسه اللي لفيت عليها السوق، قال لي الكوسه ب 15 جنيه. قعدت لفيت السوق مرتين 3 عبال ما جبت الكيلو ب 12 جنيه. قلت اشتغلي في صلصه الطماطم بتاعه الكوسه بالمره وامنه اكسب بوقت. رحت نازله كده بشويه زيت وبصلايه كبيره فرمتها ونزلت عليها بشويه ملح. اول ما البصلايه اصفرت رحت نازله كده بحبه توم مدقوقين بالفلفل الاخضر مع فلفل اسود. واول ما ريحه التوم هفهفت عليا كده رحت نازله بمعلقه صلصه. الصلصه دي بتقل اللون وتديكي كده لون حلو وتدي قوام حلو للصلصه. اول كده ما شوحتها حمدت ربنا ان انا لقيت الفريزر الحمد لله ان لسه في حاجه، لقيت فيه كيس طماطم، كنت لسه هضرب طماطم واصفي الحمد لله. طبعا علبه الصلصه كمان خلصت، اسيب فيها شويه دول؟ لا، حطيت فيها شويه ميه وقلت اشطفها كده عشان اخد اللي فيها. وكمان ادي الصلصه خلصت. طبعا صلصه طماطم يعني شويه سكر وشويه ملح. هسيبها كده تفك الطماطم وتغلي وتتسبك. اللحمه طبعا ما كنتش متبلاها، حطيت عليها شويه فلفل اسود وشويه ملح لما دخلت على السوا. ومسكت لك الكوسه بقى، جبت لي كيلو ونص كوسه ب 18 جنيه. احسبوا بقى انتوا الحسبه، لحمه ب 340 وتمن فلفل ب 35 و5 جنيه حمص، وادي الكوسه كمان ب 18 جنيه. الكوسه طبعا عشان تطبخيها تنقيها صغيره، ولو كبيره بتقطعيها. بقطعها انا كده مكعبات او دواير سميكه شويه بالشكل ده. وادي كان الحمص باش والصلصه كده غلت.
انزل بقى بالحمص ده في الصلصه. بس قبل ما انزل بالحمص انا حاطه طماطم كتير، قلت يا بت اشيل منهم شويه ينفعوني لطبخه تانية. يعني دايما كده وانت بتعملي صلصه الطبيخ زودي وشيلي منها شويه ينفعوكي في طبخه، يساعدوكي شويه لما تكوني مزنوقه. رحت نازله بالحمص وهزود عليهم شويه شوربه واسيب الحمص ده لما يستوي مع الصلصه وقلبيهم بالشكل ده، وممكن تزوديهم شويه ميه او شويه شوربه. شايفين الحمص شكله جميل. الحمص بقى مع الكوسه في الصلصه بيدي طعم للوصفه دي اكتر من روعه. طبعا كده خلاص لقيت ان الحمص استوى، وكانت اللحمه لسه، ما هي كمان ايه المصيبه، كمان دي طلعت لحمه جملي بقالها اكتر من ساعه ونص على النار ولسه ما استوتش. كان المفروض انزل باللحمه شويه مع الصلصه لكنها لسه ما استوتش، فقلت انزل بالكوسه وازودها كده شويه شوربه. ما تزوديش شوربه كتير على الكوسه عشان الكوسه بتجيب ميتها. خدي بقى التكه الحلوه دي، تكوني بقى دقه شويه توم وفلفل اخضر مع فلفل اسود وتنزلي بيهم على الكوسه، بيخلوها تروح في حته تانية خالص. وتبلي بقى شويه شطه شويه فلفل اسود شويه كمون زي ما تحبي. واول ما الكوسه تغلي، انا ما بحبهاش تغلي كتير، اطفيها واسيبها تكمل سوا بحراره النار بتاعتها. وزودي بقى الطعم بمكعب مرق. شوفوا انا كنت بجيب مكعب المرق ال 12 قطعه، كنت بجيبها والله العظيم ب5 جنيه ونص، ب6 جنيه، جبتها ب25 جنيه. وادي اللحمه هي دخلت في السوا وجابت الإيدام بتاعتها. طبعا ملاحظين ان دي مش كلها لحمه، دي كلها دهنه، ما هي ملبسه بيقولوا عليها. وادي الكوسه بجمالها كده خلاص. انا ما بحبهاش تغلي اكتر من كده، هطفي عليها النار واسيبها تكمل سواها بالحراره بتاعتها. ويا ريت ما تغطيهاش اصلا، ولو حبيتي تغطيها تسيبيها مواربه كده عشان ما تتهريش منك، لازم الكوسه كده يبقى فيها مدغه. وقلت بقى اخر حاجه هعملها الرز. حطيت ميه الرز على النار ونزلت بشويه زيت في الحله وشويه شعريه. الكيلو المكرونه اللي كان ب5 6 7 جنيه بقى ب30 جنيه. تخيلوا بقى، يعني الشعريه نفس ثمن المكرونه، حطي على الحساب احسبي كمان 30 جنيه شعريه. لقيت الكوسه كده محتاجه شويه شوربه، زودتها. ما تزوديش كتير عشان ما تبقاش كده ايه الكوسه عايمه في الشوربه. نزلت بقى بكل الرز على الشعريه والميه قربت تغلي. ادي تسخينه بقى للرز جامده على النار. طب خدي كمان زودي كيس والله الرز اللي كنت بجيبه ب6 جنيه وب5 جنيه ونص جبته ب30 جنيه، ويا ريته رز عادل، ده رز تعبان. ادي كمان حطي على الحساب 30 جنيه. وانت بتحطي كده وبتقلبي قلبي مع الرز على النار يسخن قوي، انزلي بالميه المغليه. واول ما الرز يتشرب بتوطي عليه النار وانزلي بقى لو فضلت خيرك عندك لسه حته سمنه بلدي. انا وحياتك بلم القشطه بتاعه اللبن وبعمل لها سمنه بلدي. وطبعا مش هنحرم نفسنا، معلقه سمنه كده على الوش وكش كش. وبعد ما الرز يشرب السمنه قلبي كده تقليبتين 3 والرز كده يبقى خلص. لما تيجي بقى تطفي عليه ما تحطيش الغطا، واربيه برضو عشان ما يعجنش. وتعالي يا اختي بقى نقدم الطبخه اللي وجعت قلبنا وخدت كل اللي عندنا. انزلي بالكوسه ام حمص اللي بحته اللحمه وقدميها كده وهي سخنه مولعه في يوم ساقعه زي اللي احنا فيه ده، وشمي جمالها وحته التومه اللي حطيناها في الاخر. الطبق زي ده معدي ال 500 جنيه. امال لو هعمل فته ولحمه هعمل ايه؟ وعملت شويه الرز جنبهم. وطبعا بنتي واقفه ميته من الجوع، ما هي الدنيا ساعه. اقول لها يا بنتي اصبري ما نقعد نتغدى، تقول لي لا انا هاخد شويه الرز دول مع طبق كوسه صغير. وقلت لها يا بنتي بالهنا والشفا، يعني في الجو البرد ده مش هنعرف حتى ناكل العيال، شويه خضار مع شويه رز. وبصوا بقى على جمال شويه الحمص بالكوسه باللحمه. وادي الوجبه او الاكله اللي وجعت قلبنا وتعبتنا في الاسعار اللي احنا فيها دي. ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوها، بس ما تحسبولهاش، كلوها وما تحسبولهاش. ولو عجبتكم وصفتنا سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ. والنبي تبقوا اسالوا عليا، شوفوني لسه بعقلي ولا عقلي مني طار. هو شكله خلاص طار، هعمل ايه؟ ما هو طار زي الفلوس كده ما طارت. وكل سنه وانتوا طيبين.